ايه رأيكم في الكيك الجميل ده؟ معقولة يا جماعة يعدي موسم اليوستفندي وما نعملش كيكة اليوستفندي؟ ده حتى يزعل مننا. ايه رأيكم في الكيكة الجميلة دي؟ بجد تحفة تحفة. بصوا، كيكة خطيرة خطيرة بجد، حاجة بجد كده عظمة. عايزة اقول لكم من احلى واجمل الكيكات. بصوا يا جماعة، شايفين الجمال؟ شايفين لونها قد ايه جميل وقد ايه الارتفاع بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بجد عظمه بجد والله، جميله جدا جدا. شايفين الجمال وقد ايه هي هشه وحلوه جدا جدا. تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقه الكيكه الخطيره دي عملناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، كما وكيفا. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل كيكه اليوستفندي. من اطعم والذ الكيكات يا جماعه، بجد خطيره. ما ينفعش نعدي الشتاء كده، او ما ينفعش نعدي موسم الاستفندي من غير ما ايه، ما نعمل الكيكه بتاعته الخطيره دي. طيب حطيتي ايه؟ هنسمي ونقول بسم الله. حطيت 3 بيضات يا جماعة، تمام، 3 بيضات حلوين كده كبار. وحطيت عليهم ايه عشان ريحة الزفارة؟ حطيت باكوين 2 من الفانيليا، وكمان معلقة كبيرة من ايه، من الخل. وادي كوباية من السكر. وهحط كمان بشر واستفندي. عندي البشر اهو، ادي بشر واستفندي. وكمان هحط كمان كوباية كبيرة من عصير اليوستفندي. ونضرب كل المكونات دي في الخلاط ونرجع لكم. كده بقى بعد ما ضربنا المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، طبعا احنا ما حطيناش زيت لسه، تمام. يبقى حطينا البيض والفانيليا والخل والسكر وايه تاني واليوستفندي، تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ هرجع تاني اضربهم تاني، بس هعمل ايه بقى؟ هغطي كده واحط على الخلاط عادي واضرب. بس ايه يا جماعه بقى؟ سرسوب سرسوب كده. هبتدي انزل بالزيت، بصوا زي ما انتم شايفين معايا كده، سرسوب سرسوب كده واضرب، تمام. عندي بقى ايه، كوبايه الا ربع من الزيت زي ما قلت لكم، هنزل بيها حاجه بسيطه حاجه بسيطه كده، وابتدي اضرب. كده الخليط بتاعي جاهز. نجيب طبق بقى نفضي فيه، بسم الله. طبعا انت لو حابه تضاعفي الكميه مفيش مشكله. يعني مثلا حابه تحطي كوبايه ونص من العصير الاستفندي، يبقى قصادها كوبايه ونص من السكر. حابه تحطي كوبايتين عصير الاستفندي، يبقى قصادها ايه، كوبايتين من السكر، تمام. مع برضو بقيه الاضافات اللي هي 3 بيضات وكيسين فانيليا وبشر الاستفندي، تمام كده زي الفل. عندنا بقى الخليط بتاعنا زي الفل اهو. نبتدي نجيب الدقيق بتاعنا بقى. هنا بقى ببتدي انزل بالدقيق. عندي 3 كوبايات من الدقيق، تمام كده، بسم الله. هنا بقى زي ما انتم شايفين نزلنا بكميه الدقيق زي ما قلنا، 3 كوبايات من الدقيق المنخول. وببتدي ان انا اقلب كويس. طبعا الدقيق يا جماعه بيختلف من نوع لاخر، تمام. لو انت حسيتي ان المقادير محتاجه شويه دقيق، مفيش مشكله، وماله حطي لحد ما توصلي للقوام المناسب. طبعا بتني اقلب كده. هنا حاجة يا حبايبي، زي ما قلت لكم فعلا الدقيق بيختلف من نوع لاخر. هنا انا كنت عملتها قبل كده ب3 كوبايات وطلعت المقادير زي الفل والقوام بتاعها زي الفل. هنا الدقيق الكيكه بتاعتي احتاجت ان انا احط لها كمان ايه، ربع كوبايه من الدقيق. حطيت ربع كوبايه ومعاها كمان ايه، كيس الايه، البيكنج باودر، تمام. وببتدي ان انا انخله كده مع الدقيق. بصوا بقى، ده القوام بتاعها، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه بجد جميله جدا. وعايزه اقول لكم بشر الاستفندي بصراحه عامل شغل عالي، مخلي الريحه فجه قوي، وكمان اللون خطير زي ما انتم شايفين كده. عندي بقى ايه، عندي الصينيه بتاعتي دهنها بالزيت ومبطناها بالدقيق. هبتدي انزل بقى بالكيكه بتاعتي الخطيره دي، بسم الله. طبعا من اول ما ابتديت اعمل الكيكه وانا مولعه الفرن مسخناه.
عشان يسخن معايا كده. من نجاح الكيكة يا جماعة ان انتوا تسخنوا الفرن قبلها، اول ما تبتدوا تعملوا الكيك تروحوا مسخنينه مولعينه يعني عشان يسخن. تمام. وبعد كده بدخلها على درجة حرارة 180 ونشوف طبعا الجمال والحلاوة بقى بعد ما تطلع عاملة ازاي. انا بعملها كده عشان لو في اي فراغات تتدارى. ماشي كده. نشوف بقى الجمال ده بعد ما يطلع من الفرن عامل ازاي. وده كده حبايبي الكيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا خطير، طري قد ايه وهش جدا جدا. بصراحة الكيك طالع الله اكبر عليه. بصوا كده اختبرته بقى بخلة سنان، عرفت ان هي خلاص كده استوت، رحت مطلعها على طول. شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم بجد خطيره خطيره بجد، طالعه هشه وخفيفه. بسم الله ما شاء الله. ولو حابه تقلبيها كمان مفيش مشكله. بسم الله. بصوا بقى نحط الصينيه كده ونقلب. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله. ده كده تحت، وادي ده وشها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طالعه تحفه 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 صراحه. نقطع بقى حته مع بعض كده. بسم الله كده خلاص قطعناها بالشكل ده. بصوا بقى، بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجه بجد يعني خطيره خطيره. ده انا مقطعاها سخنه كمان يا جماعه. شايفين؟ شايفين الجمال؟ حاجه بجد عظمه بجد والله. عسل عسل كده. شايفين الجمال وقد ايه هي هشه جميله جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجه بجد عظمه عظمه عظمه. شايفين الجمال؟ لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.